شوي حلو شوي. دير بالك البرميل ورا. في الباب. ايوه. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم دولة الأخ الدكتور معروف البخيل الأخر، أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، الحضور الكرام، إنه لمن دواعي الغبطة والفرح أن نلتقي هنا اليوم لافتتاح صرح من صروح الاقتصاد الأردني في مسيرة البناء الأردنية الحديثة الذي يسكن في النفوس، ونرويه بعرق الجهد والجد والعمل من أجل أن يبقى الوطن النموذج. اليوم نسعد بوجودكم لنكتب صفحة إضافية في كتاب الإنجاز الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وكل المخلصين لهذا الوطن. والآن فليتفضل أخونا المهندس عبد الله الشواب كمدير عام شركة طيبة للسياحات المدنية مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات المعدنية الشيخ عبد الكريم محمد عبد العزيز الراجحي ونائبه السيد عاصم حسين، وباسمي شخصيا أرحب بضيف الكبير ونبوة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم دولة الدكتور معروف البخيل رئيس الوزراء الأفضل.
وأصحاب المعالي والسعادة الكرام، هذا فخر كبير لنا أن تقوم دولتكم بافتتاح مصنع شركة طيبة للصناعات المعدنية. أرحب أيضا بالأخوة الأعزاء الذين حضروا من المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الشيخ خالد محمد عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في المنطقة. كما نرحب بالضيوف من دولة الكويت الشقيقة ومن دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا وتركيا وأيضا من بريطانيا. أرحب أيضا بكافة الأخوة رجال الأعمال والأصدقاء والعشيرة. دولة الرئيس، هذا المصنع يقوم بإنتاج الحديد على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة صهر الحديد وإنتاج الفلت، وحيث تم الانتهاء من هذه المرحلة والحمد لله باشرنا الإنتاج، ونقوم حاليا بتزويد بعض المصانع المحلية بمادة الفلت. المرحلة الثانية مرحلة إنتاج الحديد التسليح، وسيتم إن شاء الله الانتهاء من هذه المرحلة في غضون 3 أشهر. إخواني، إن مصانع شركة طيبة منتشرة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وسوريا بالإضافة للأردن، وقد قامت فكرة إنشاء هذا المصنع في الأردن وفي هذه المنطقة بالذات لقربه من الحدود الشمالية للسعودية، حيث أن المسافة لا تتجاوز 120 كيلومتر، بينما تبعد مصانعنا في الرياض مسافة أكثر من 1500 كيلومتر، وهذا من شأنه تسهيل تزويد مناطق شمال السعودية من هذا المصنع. كما أننا والحمد لله قد باشرنا وباستثمار سعودي أردني بإنشاء شركة الراجحي للمعادن في منطقة الخرج جنوب الرياض لإنتاج مكورات الحديد Directly Reduced Iron، والذي سوف يزود هذا المصنع احتياجاته من المواد الخام لتلبية الاحتياجات المصنع على المدى البعيد، والتي نحاول حاليا شرائها من السوق الدولية. دولة الرئيس، الأخوة الأفاضل، بالإضافة لهذا المصنع والحمد لله فقد قمنا بإنشاء شركة أكسيوم الهندسية وشركة أكسيوم الصناعية في منطقة الجيزة جنوب المطار، حيث تختص هذه الشركات بتصميم وإنشاء مصانع صهر الحديد والألمنيوم والمعادن وغيره من الصناعات الثقيلة والحلول البيئية. ولقد قامت هذه الشركة بإنشاء وتصميم هذا المصنع ومعداته بنسبة 75% هي تعتبر منشأ أردني، وتقوم الآن هذه الشركات بإنشاء مصانع أخرى في كل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وسوريا. كما تنوي بإذن الله الشركة إنشاء مصنع لاستخلاص الفلزات الحديد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 طن بإذن الله. هذا باختصار نبذة عن مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. لا نريد أن نطيل على دولة الرئيس. يرغب أخونا الشيخ عبد الكريم الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم درع تذكاري لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين راعي الحفل. وأيضا درع آخر لرئيس مجلس إدارة مؤسسة المدن الصناعية معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني البلقي. وأيضا لعطوفة المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية. المهندس عامر المجالي جهود جبارة. وأيضا للدكتور
الدكتور سعادة الدكتور محسن الكلوب مدير مدينة الموقر الصناعية، وأيضا لعطوفة مدير عام البنك الإسلامي الأردني الشريك الاستراتيجي للشركة دكتور موسى. تفضل. في النهاية نشكر لكم حضوركم وتشريفكم هذا الحفل، آمنين من الله عز وجل أن يساهم هذا المشروع في نهضة الوطن ودفع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل جهود ورعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. السلام عليكم ورحمة الله.